الآونة الأخيرة انتشرت قناة يوتيوب تحمل اسم أغاني قرآنية Quranic Songs، وقد زاد البحث عن رابط قناة أغاني قرآنية في محركات البحث، مما أثار استياء وغضبا شديدا بين المسلمين في مختلف أنحاء العالم. هذه القناة تقدم محتوى مسيء ومرفوض دينيا وأخلاقيا، حيث تعرض تلاوات من القرآن الكريم مدموجة مع الموسيقى، محولة النصوص المقدسة إلى مادة للتسلية والطرب. هذه الخطوة التي يعتبرها المسلمون تعديا على قدسية القرآن ليست مجرد إساءة، بل هي محاولة استغلال الدين الإسلامي لتحقيق مكاسب مالية وجذب الانتباه عبر إثارة الجدل بين الناس. من يكون صاحب قناة أغاني قرآنية وما هي حقيقتها؟ صاحب قناة أغاني قرآنية هو شخص ربما يكون ملحدا، حيث يتنافى هذا السلوك عن الملثمين ويسعى لاستفزاز مشاعر المسلمين من خلال تقديم محتوى يدمج بين القرآن والموسيقى، وهو أسلوب مثير للجدل وغير لائق يعكس نواياه في تشويه النصوص الدينية. القناة تعتمد بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتواها، حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لدمج التلاوات القرآنية مع الموسيقى بشكل تلقائي وممنهج. هذا الأسلوب يهدف إلى تسهيل إنتاج المحتوى بكميات كبيرة دون أي احترام لقدسية النصوص أو مراعاة القيم الدينية، مما يجعل هذه القناة أداة ربحية بحتة تهدف للإثارة والجدل بعيدا عن أي غرض تعليمي أو دعوي حقيقي. استغلال قدسية القرآن لأهداف ربحية. الهدف الأساسي من وراء هذه القناة هو استغلال قدسية القرآن الكريم لتحقيق أرباح مالية من خلال إثارة الجدل والفضول بين المتابعين. يعتمد صاحب القناة على الذكاء الاصطناعي لإنتاج الفيديوهات، حيث يتم مزج التلاوات القرآنية مع الموسيقى في محاولة لجعل المحتوى يجذب المشاهدات والاشتراكات، مما يسهم في تحقيق أرباح مالية. هذا الاستخدام المبتذل للقرآن الكريم لا يعكس أي احترام للنصوص المقدسة، بل هو محاولة واضحة لتحويل الدين إلى وسيلة تجارية بحتة. تفاعل الناس مع القناة سواء بدافع الفضول أو محاولات الإبلاغ يؤدي إلى زيادة نسبة المشاهدات، وبالتالي يساهم بشكل غير مباشر في تحقيق هدف القناة الأساسي، وهو التربح من خلال الإساءة للقرآن. ولهذا السبب فإن الطريقة الأمثل للتعامل مع هذه القنوات هي تجاهلها والإبلاغ عنها دون المشاركة في نشر روابطها أو الحديث عنها بشكل متكرر. غضب واسع بين المسلمين وتداعيات خطيرة أثار محتوى قناة أغاني قرآنية غضبا واسعا بين المسلمين، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن استيائهم واستنكارهم لهذا المحتوى المسيء. يعتبر المسلمون القرآن الكريم كلام الله المحفوظ الذي يجب تلاوته بتدبر واحترام، وليس وسيلة للتسلية أو لجذب الانتباه. انتشار مثل هذه القنوات يهدد بتشويه صورة الإسلام وقيمه، ويساهم في خلق حالة من البلبلة بين المسلمين وغيرهم. ما يزيد الأمر سوءا هو أن هذه القناة قد حققت نسب مشاهدة مرتفعة، مما يشير إلى أن الإساءة لا تقتصر فقط على المحتوى، بل تمتد إلى تأثيرها في نفوس المشاهدين الذين قد يتأثرون بمثل هذه المحاولات. التعامل مع هذه القناة يجب أن يتم بحذر، ويجب على المسلمين الاتحاد لمواجهة هذه الظاهرة بطريقة حكيمة.